الفيلم هيبدأ معانا بمشهد في غابة مليانة تلج. الغابة دي هتكون في ولاية مينيسوتا، وهنشوف ان في مجموعة من الاشخاص شغالين حطابين في الغابة دي، وهنشوف انهم قضوا يوم صعب قوي في شغل جمع الحطب، لان الجو هيكون بارد برد مش طبيعي وهيكون ممطر. وهنعرف ان الاكل اللي معاهم قرب يخلص، وانهم بيستعدوا عشان بعد الشغل ده هيروحوا يصطادوا اي حيوان يتعشوا بيه. وفعلا بيصطادوا. ساعتها الطباخ صديقهم اللي بيعمل لهم العشاء هيرن الجرس اليدوي بتاعه عشان يعرفهم انه خلص العشاء. وفي الوقت ده بيل رئيس مجموعة الحطابين هيكون مقرر انه يبعد عن الدوشة اللي موجودة في المخيم شوية ويتمشى في الغابة. وفعلا راح بيل، وهو راجع تاني ناحية المخيم عشان يتعشى هيتصدم صدمة كبيرة قوي لما هيشوف مشهد ما كانش يتوقعه ولا قدر انه يتحمله، وهو انه لقى كل اصدقائه ميتين بطريقة وحشية ومرميين كلهم قدام المخيم. ساعتها بيل مش هيقدر يتحمل اللي شافه، بس قبل ما هيفوق هيتصدم صدمة تانية اكبر، وهي انه هيظهر له مسخ، يعني شخص بجسم بني ادم عملاق ووشه مشوه، وهيكون ماسك في ايده فاس من اللي بيقطعوا بيه الحطب. بس الراجل ده مش هيفضل واقف ساكت كده، ده هيبدأ يهدد بيل ويجري وراه كمان، وهيحاول بيل يهرب منه، بس المسخ ده هيوصل له وهيبدأوا يضربوا في بعض لفترة طويلة. والراجل المشوه او المسخ ده هتكون قوته مضاعفة لقوة بيل، وهيعضه وهيتسبب في ان رجل بيل هتتقطع، وهتنتهي حياة بيل بإن المسخ ده هيحطه على منشار الحطب اللي هيخلص عليه في ثانية. وبعد عشرات السنين بقى بنلاقي إن في مجموعة من الشباب محكوم عليهم إنهم يقضوا أسبوع في نفس الغابة دي كتعديل سلوك يعني. والشباب دول هيكون من ضمنهم بنت اسمها كيلا، ودي مهتمة بإنها ساقتة العربية وهي متعاطية مواد مخدرة. بس كيلا دي مش هتيجي لوحدها، هيوصلها لباب الغابة أبوها واللي هيكون أصلا مأمور المدينة، وهيكون معاها عدد شباب تاني بيتعاقبوا زيها. وساعتها الشباب دول هيكون معاهم مدربة اسمها سام ورقيب. وكل الشباب دول بعد ما هيتجمعوا في مركز الشرطة هيتنقلوا للغابة. وساعتها بعد ما هيقربوا للغابة هنلاقي في راجل شعره أبيض وشكله غامض كده واقف وبيراقبهم. وهنشوف بقى دب كبير جدا بيستعد لالتهام فريسته، بس مش هيلحق يعمل حاجة، لأننا هنشوف إيدين بشرية ضخمة جدا هتيجي تمسك راس الدب ده وهتكسرها. وبكده هنعرف إن قوة الرجل البشري ده أكبر بكتير من قوة الحيوانات المفترسة. وفي نفس الوقت ده هيكون مجموعة الشباب وصلوا وهيبدأوا يجهزوا المخيمات بتاعتهم، والليل هيليل وهيبدأوا يولعوا في حطب قدام المخيمات دي. وهتقول لهم المدربة سام إنهم الأفضل من سكوتهم يعملوا جلسات علاج جماعي زي فضفضة المشاعر كده، عشان كل واحد منهم يستفيد من أخطاء التاني وما يكررهاش. وفعلا بيتحمسوا وبيبدأوا يحكوا حكايتهم. بس ساعتها هيكون الراجل الغامض أبو شعر أبيض ده بيراقبهم من بعيد من بين الأشجار، وهيظهر لهم فجأة وهيمثل عليهم إنه مرعوب ومتفاجئ وإنه لسه شايفهم، مع إنه شايفهم من ساعة ما دخلوا. وساعتها الرقيب بتاعهم هيخرج بسرعة من المخيم بتاعه على صوت الراجل وهيبدأ يتكلم معاه. ووقتها هيبدأ الراجل يقول لهم إن اسمه ميكس، وهيتعاملوا معاه على إنه حد عادي ما يخوفش وما يشكلش عليهم أي خطر. وبعدها هيدخل كل واحد لخيمته عشان يستعدوا لليوم اللي بعده، واللي المفروض هيكون فيه أحداث كتير جدا الرقيب بتاعهم هو اللي هيحددها. وفعلا هيناموا شوية، وبعدها هيبدأ الرقيب يصحيهم عشان يبدأوا يعملوا شغلهم اللي هتدربهم عليه سام. ووقتها هيبدأوا يتمشوا معاهم الرقيب، بس الرقيب بتاعهم هيسيب سلاحه في المخيم وهيمشي مع الشباب في الغابة من غير سلاح. وهيفضلوا بقى ماشيين شوية حلوين حسب الاتجاه، والمفروض انهم لما هيوصلوا للمكان اللي رايحين ليه هيتسلقوا جبل هناك. بس في نص الطريق هيجوعوا وهيعملوا استراحة يتغدوا فيها. ووقتها هيكون من ضمن الشباب شاب اسمه زاك هيكون بيفكر في انه يهرب وبيحاول يقنعهم بكده، ولما هم هيرفضوا انهم يهربوا معاه عشان خايفين يتمسكوا هيقوم هو وهيسيبهم ويمشي. بس ساعتها هيقف واحد تاني من الشباب اسمه مارتن، وهيقوم يشوفه رايح فين، هل هيهرب ولا بيتمشى في المكان وراجع تاني. بس ساعتها هيتصدم مارتن لما هيلاقي جمجمة الثور جنبهم. وساعتها مارتن مش هيخاف، لكن هيقرر ياخد قرن من قرون الثور كتذكار يعني. ولما هيرجع مارتن لباقي الشباب هيقترحوا عليه يسيب القرن ده في مكانه، لكنه مش هيرد عليهم وهياخد القرن معاه في شنطته. وفي مكان تاني بقى هنشوف ابو كيلا داخل ديسكو او مكان كده بيشربوا فيه خمور، لانه هيكون عايز ينسى اللي بنته وصلت له، وهيكون قلقان عليها قوي من الغابه اللي بتتعاقب فيها دي. وساعتها هتقعد جنبه صاحبه المكان اللي بيسكر فيه ده، وهو هيسالها عن معلوماتها عن برامج تصحيح السلوك ده اللي عن طريقه بنته بتتعاقب في الغابه. وساعتها هي بتحاول تطمنه وتهديه. ونرجع تاني بقى للغابة، وهنشوف فيها ان الراجل العملاق ده وهو بيتمشى لقى ان راس الثور متاخد منها قرن. وساعتها هيعمل صوت عالي قوي زي صوت طرزان كده، بس هيكون قوي قوي وده هيسمع الغابة كلها. الشباب والرقيب مش هيكونوا عارفين مصدر الصوت ايه، فمش هيخافوا، هيفكروا صوت كنغر او اي حيوان عادي حواليهم. بس اللي هيترعب بقى الراجل العجوز اللي اسمه ميكس ده، لانه هيبقى فاهم خطورة الموقف.
بعد كده الشباب هيقعدوا ياخدوا نفسهم، وهيبدأ الرعب يحوطهم لما هيسمعوا صوت خطوات رجل تقيلة جدا بتقرب منهم وصوتها عالي قوي. وهيكون في بنت في المجموعة واقفة بعيد شوية عنهم عشان تحاول تجمع شبكة في التليفون. وهتتفاجئ آخر مفاجأة في حياتها، وهي إن الراجل العملاق ده وراها على طول، وقبل ما هتشوفه هيكون قسمها نصين بفاس في إيده. كل المجموعة هتترعب ساعتها، والرقيب هيحاول يطلع سلاحه يضرب بيه الوحش، بس هيتفاجئ إنه معهوش سلاح. وهيبدأوا الشباب كلهم يرجعوا للمخيم بتاعهم وهم في حالة ذعر وخوف مش طبيعي، وهيتقسموا المجموعتين. وساعتها هيحاول الراجل العملاق ده يقرب لمجموعة منهم، بس الشباب اللي في المجموعة هيكسروا فرع شجر عشان يدافعوا عن نفسهم. وبعد جري كتير ومحاولات فاشلة في الهروب، هيلاقوا الراجل العملاق ده في وشهم من تاني. وهيحاول الرقيب انه يدافع عن الشباب، وهيقف قدامهم ويوقفهم ورا ظهره، بس للأسف في أقل من ثانية هيمسك الراجل العملاق ده الفاس وهيفصل جسمه عن بعضه. بس الرقيب هيفضل عايش، وهيفضل في صراع بينه وبين العملاق، وهيحاول الرقيب يستفزه عشان يشتت انتباهه عن الشباب ويديهم فرصة يهربوا. وفعلا في الوقت ده هيكونوا الشباب بيحاولوا يدوروا على أي مكان يستخبوا فيه، وساعتها بيعملوا اللي كانوا بيحلموا بيه من أول ما شافوا الراجل العملاق ده، وبيوصلوا لبيت أو مقصورة كده في الغابة. وبيبدأوا يسعفوا في راس صديقتهم اللي اتصابت من الشجرة وهي بتجري، وبيفضلوا يتكلموا عن اللي حصل معاهم ويخمنوا هو الراجل العملاق ده عبارة عن ايه وعايز منهم ايه. وبسرعة بتبدأ سام تحط لهم خطة يهربوا بيها من المكان قبل ما يوصل لهم الراجل العملاق ده من تاني. وبتاخد سام سلاح الرقيب وبتأمن مارتن لحد باب العربية، وبتفضل مأمناه بالسلاح لحد ما يحاول يدور العربية عشان يهربوا بيها. بس مارتن هياخد وقت طويل، وقبل ما هيلحق يدور على العربية هيكونوا سمعوا الخطوات بتاعة الراجل العملاق بدأت تقرب منهم من تاني. وساعتها هتدخل سام بسرعة للمقصورة تاني وهيحاولوا يخبوا العربية. المهم ان الراجل العملاق ده هيسيبهم وهيدخل الجحر بتاعه عشان يشيل اثر الدم اللي ملا جسمه، وينظف الفاس بتاعه عشان يبدأ يشتغل تاني بس على نضيف. وفي المقصورة بقى هنلاقي ان كيلا بتسعف ايد زاك صديقها، وساعتها هيدخل عليهم ميكس بسرعة وهو مرعوب، وهيسألهم هم عملوا ايه تسبب في ان الراجل العملاق اتعصب قوي كده، وبيوروه قرن الطور. فهيتصدم ميكس وهيقول لهم انه كده عرف السبب، وانهم كده غلطوا غلطة كبيرة قوي في حق العملاق، وانه مش هيسيبهم. وهيبدأ بقى يحكي لهم قصة بول الراجل العملاق ده، وهيقول لهم تفاصيل حتى قتله البيل في سنة 1894. وهيبدأ ميكس يقول ان العملاق ده كان ولد صغير مولود بمرض خطير ونادر جدا، ده خلاه ينمو نمو مش طبيعي وخلى كل تكوينه عملاق كده. وبسبب شكله العملاق ده الكل كان بيتجنبه وبيخاف منه، وما كانش ليه اي اصحاب غير تور بري اسمه بيب. وبيقول لهم ان في فصل الشتاء كانت الحيوانات بتهاجر الغابة دي بسبب شغل الحطابين اللي فيها، وده لان الحطابين كانوا بيكسروا الاشجار اللي موجودة واللي الحيوانات بتتحمى فيها. وبيقول لهم كمان ان في سنة 1894 كان في مجموعة حطابين موجودين في الغابة، وان لما بدأ الاكل اللي معاهم يخلص خرجوا يصطادوا عشاهم، وساعتها هيشوفوا تور بري مصاب فهيصطادوه بكل سهولة. وهيكون التور ده هو الصديق الوحيد لبول. وساعتها هيكون بول مش في الغابة، ولما هيرجع هيسمع صوت جرس، هيبص يشوف جرس ايه ده، هيلاقيه جرس كده بتاع الحطابين، والطباخ بتاعهم بينبه عمال الحطب دول ان العشاء اتعمل. فهيبص بول على العشاء هيتفاجئ ان العشاء عبارة عن التور صاحبه بيب، وهيشوفهم وهم بياكلوا من لحمه، فهياخد الفاس وينقض عليهم يخلص عليهم كلهم. وساعتها هيلاقي ان اخر حطاب فيهم اللي هو بيل جاي عشان ياكل، فهيمسكه وهيخلص عليه. وبعدها بيهرب بول ويرجع المدينة لحد ما التلج اللي في الغابة يدوب، بس الناس اللي في المدينة أول ما هيشوفوه هيخافوا منه ويسلسلوه وهيضربوه ضرب صعب قوي ويهنوه هنا صعبة. وفي الآخر هيسجنوه في جحر مهجور كده وهيحاولوا يفجروه. لكن بول بيكون هرب ساعتها وراح الغابة من تاني وبنى مقبرة كده لجثة التور صاحبه. وهيبدأ بقى يعيش باقي حياته في الغابة لوحده، وكل اللي في الغابة هيعرفوا قصته، وهيفضل جسمه ينمو كده. وهيقول لهم كمان ان مفيش حد قادر يقرب لجثة التور ده طول الوقت ده غير لما هم جم وخدوا القرن بتاعه. وبيقول لهم كمان انهم علشان يحلوا المشكلة دي مع بول يقدروا يرجعوا القرن مكانه. ساعتها زاك هيتحمس وهياخد القرن بدون تفكير، وهيجري عشان يرمي القرن في اتجاه المكان اللي خدوه منه. بس مش هتكون خطته ناجحة لان بول هيشوفه وهيمسك القرن يحدفه بيه، وساعتها هيموت زاك في ثانية لأن القرن هيرشق في نص صدره. وهيبدأ بقى يفكر ياخد حق صاحبه زي من زاك، وهيسحبه وهيمشي بيه ناحية مقبرة التور. ولما النهار هيطلع هيقول لهم ماكس إنه هيروح يجيب العربية عشان يحاول ينقذهم فيها، لأنه هو الوحيد اللي هيبقى مدرك إنهم في خطر وإن بول مش هيسيبهم.
وفي الوقت ده هتكون الشرطة بعتت المأمور أبو كيلا للغابة لأنه وصل لهم إخبارية بتقول إن في قلق في مكان قريب من المخيم بتاع مجموعة الشباب، ولما هيوصل هيتفاجئ لما هيشوف رجل الرقيب اللي كان مع المجموعة، وساعتها هيشوف أثر لرجل شخص عملاق على الأرض، فهيخاف جدا على بنته، وهيبدأ يدور على مكان في شبكة علشان ينقل الأخبار للمقر الرئيسي في مركز الشرطة. وقتها في المقصورة هنلاقي إن سام وباقي المجموعة قاعدين مستنيين ماكس يجي، وهم قاعدين في صمت وهدوء هيتفاجئوا إن بول جه وبيكسر في المقصورة دي من بره، وهيمسك روز من رجلها، وده هيخلي باقي الشباب يترعبوا لأنه الدور جاي عليهم. وهتفضل سام تضرب على بول نار ولكنه مش هيتأثر، فيروح رامي روز من ايده وهتقع ميتة في وقتها. وفي الوقت ده هيكون المأمور وصل للمكان وهيبدأ يصوب بطلقات نارية على بول، وهيتصاب بول فعلا، وهيبدأ شباب المجموعة يجروا، لكن هيتفاجئوا ان ميكس بقابلهم بسلاح وبيهددهم يقفوا مكانهم، بس مارتن هيحاول ياخد السلاح من ميكس، وساعتها ميكس هيضربه طلقة تموته. وبعدها هيحاول ميكس يهدد المأمور كمان، بس مش هيلحق لان بول هيكون فاق وهيرمي الفاس بتاعه على الشباب، ولكن لحسن الحظ الفاس هيصيب ميكس، وساعتها هيروحوا الشباب لعربية المأمور، وكيلا هتسوق بيهم وابوها هيكون راكب ورا بيفضل يضرب نار على بول، بس كيلا مش هتعرف تتمكن من العربية بسبب الطريق وتوترها، وفجأة هيخبطوا في شجرة كبيرة، وهينزلوا كلهم بيحاولوا يجروا ناحية المدينة، وساعتها هيلاقوا في وشهم جسر هيروحوا له على أمل إنهم يدخلوا ويعدوا من خلاله للمدينة، لكن هيلاقوا في نهاية الجسر باب أمان ضخم هيفضلوا واقفين، وهيفضل بول رايح عليهم بالفاس بتاعه، لحد ما في اللحظة الأخيرة هتوصل قوات الأمن للمكان ومعاهم أسلحة هيصوبوا بيها على بول طلقات كتيرة جدا، وهتخليه يفقد توازنه ويقع من على الجسر في البحر. وهنعرف إن اللي بلغت قوات الأمن هي صاحبة الديسكو اللي كان بيسكر فيه من شوية، وساعتها هيحتفلوا وهياخدوا الفاس بتاع بول تذكار للمهزلة اللي حصلت دي، وكل اللي رجعوا عايشين من الغابة هيرجعوا لبيتهم من تاني وهم مرتاحين إنهم خلصوا من الكابوس ده أخيراً. بس هيبقوا عارفين إن الغابة جواها دايما أسرار غامضة جدا صعب أي حد يعرفها. ولحد هنا بيكون خلص فيلمنا. سلام.